سهرني الليل بعدك عيش نقول. بيتأثر بدرجة كبيرة بأغاني الروك الغربية وبيتقن الغناء الغربي وبيتميز فيه. تعرف عليه الجمهور من خلال برنامج ستار أكاديمي 3. فنان متألق، بالمرح أستاذ وبالدروبة معلم، ألقابه كتيرة، الروك ستار، ملك القلوب، بس أكتر لقب عرف فيه هو الجقل. هو دايما راضي ونحن مرضينا إلا أنه يكون فادي أندراوس ضيفنا لليلة بتاكسي توب 10 ميوزك زون. يا أهلا وسهلا فيك فادي. ثانك يو، شكرا. شو قصة هالألقاب الروك ستار الجقل؟ الألقاب نابعة من محبة الناس لإلي يمكن ومن رفقاتي بالأكاديمي، فالحمد لله. بس انه مثلا يقولوا عنك جقل بيزعجك يعني هيك لقب انه مثلا يفكروا الناس انه شايف حاله مثلا انه ما حدا يتعاطى معي انا جقل؟ لا هو اصلا الجقل مش هيك، بس انه ما بتزعجني الفكرة ابدا. لا. طيب اذا خيرت بين لقب روك ستار او جقل شو بتفضل؟ بفضل الروك ستار اكيد. زافي للروك ستار. اذا مبروك السينجل الاول الجديد بقلبي ضلي. هالسينجل رح يتبعوا ألبوم؟ سينجل ايه رح يتبعوا ألبوم، بس لانه تاخرنا كثير بالألبوم فقررنا انه ننزل سينجل اول شيء، بنرجع بنرفقها بالألبوم ان شاء الله. قديش متفائل بانك تعاملت مع اسماء كبيره كشعراء وملحنين؟ قديش متفائل لمسيرتك الفنيه انه هيك مبلشه بقوه؟ الحمد لله، يعني قدرت اتعامل مع هالاشخاص ان كان ملحنين وموزعين وكتاب، فان شاء الله نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله مثل ما بيقولوا. رح نشوف اغاني اجنبيه بهالالبوم يلي عم تحضروه؟ لا ما طيب بتخيل. اغاني ايقاع غربي ولكن تغنى باللهجه العربيه؟ ايه اكيد في ايقاع غربي، وفي بعتقد غنيه بعدنا بين ايه ولا، يعني هي فيها لغه انجليزي وعربي بذات الوقت. يعني معقوله توعد الجمهور باغاني هيك سوفت روك ستيل براين ادمز مثلا؟ اكيد هيدي اكيد 100%. طيب معقوله تغني لنا شيء لبراين ادمز او شيء هيك هلا بالغربي؟ هلا انا بعرف انك اليوم ساخن مزبوط كثير. سلامتك. ثانك يو. بس لا اقدر اغني هلا صعبه، عن جد صعبه كثير ساخن. لا طيب بنلاحظ تعابير الروك على وجهك انت وعم بتغني، قديش يعني بتعيش الاغنيه كانك مغني غربي ولكن بتكون عم بتغني بالعربي، قديش انا شخصيا لاحظت شيء، قديش بتحس انه الناس بتتفاعل بهيك اداء؟ يعني نحن اللي عم نحاول نعمله مثل شيء سيستم جديد او نمط جديد بالموسيقى، وان شاء الله الناس تحبه. فادي آلة الجيتار بتساعدك بالتلحين، كان عندك محاولات خجولة بالأكاديمية، قديش آلة الجيتار اللي بتعزف عليها بتساعدك بأنك هيك تبتكر ألحان أو؟ صراحة بعد ما جربت حالي كملحن، فبفضل خلي التلحين للملحن، بس الجيتار بحب هيك اقعد دندن عليها، يمكن اعبر عن فيلينجز او هيك، بس هيك لإلي يعني، بس مش انه بعد ما فكرت انه لحن. فادي الجيتار لإلك، بس انت لإلنا الليله ببيبسي توب 20 ميوزك زون رح ننتقل هلا لشوف بيبسي هوت شوت اوف ذا ويك.